تحية للجميع. مجالس حماية الثورة ورابطة حماية الثورة لعبوا دور أساسي في بناء المسار الثوري، وما زال لديهم دور مهم جدا باش يواصلوا المشوار. ما فيناش، مازلنا في البدايات، مازلنا في حاجة إليكم. يعني والله احنا سيدي متفائلين، احنا متفائلين. هنفسر لك علاش. خاطر الناس ساعات تتصور اللي احنا باش نعملوا هكا سطو على الوثائق الوزارات وباش نفكوا لهم الارشيف اللي يخدموا بهم. راهي مش باش تصير بالطريقه هذه. احنا شرعنا راهو في العمل نتاعنا، وكل الكلام الفضفاض والما يستقيمش اللي قالوا احنا فكينا الارشيف الرئاسه وخدمنا به ودرا شنو، ما ثم حتى ارشيف فكيناه ومسينا على حتى ارشيف ومازلنا ما بديناش نخدموا فقط، ما سحبنا حتى شيء الى الان، لانه احنا ماهوش اكيد اللي باش نخدموا بالسحب. ممكن نخدموا مازلنا معناها في بالمعاينه، ربما بالزياره والمعاينه بالضبط. نجموا نحطوا ارشيفيست على عين مكان، لانه ممكن حفظ الارشيف في المكان اللي هو موجود معناها فيه اكثر امان، لانه احنا كان باش نهزوا الارشيفات الكل باش نجيبوها في مقرنا، مش نحطوها. علاش؟ راهو كيف تقول ارشيف راك شو تقول؟ تقول اولا ظروف نتاع معناها حفظ هالارشيف، ظروف ماديه مثلا، ما يلزمش تكون فمندان، ما يلزمش تكون فيها اشياء اللي تخلي بعض حشرات تنفذ وتقبلك وتاكلك كل ارشيف، دونك يلزم ساعه ظروف ماديه. أنيس، نرجع معك مباشرة ناخذ أكثر تفاصيل من عندك بعد 3 أيام اللي صارت الحادثة في كرتاج. أنا عندي سؤال على الطاير بالله، الشاحنات هذه ال6 شاحنات اللي وصلت أمام قصر قرطاج هي شاحنات من نوع؟ أنا شفت يعني في الصور يعني عادية، يعني عادية مخصصة لنقل البضائع، مش مخصصة لنقل أرشيف ولا. احنا يهمنا نوضحوا موقف الإدارة العامة الأمر رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بعد الحادثة نتاع نقل الأرشيف، وسمعنا العديد من الاتهامات خاصة من رئيس هيئة الحقيقة والكرامة، اتهمت أعوان وإطارات الإدارة العامة بالبلطجة واتهمتهم بالانقلاب. أنا ما فهمتش على أي انقلاب تتحدث. ساعة على موضوع هذا الانقلاب ما فماش منه ولا التمرد على القرار السياسي. احنا العمليه تمت بالتنسيق مع القياده، والقياده هي اللي اعطت تعليمات للناس الموجودين معنا في الباب بمنع دخول الشاحنات هذوما بناء على العديد من المعطيات. ممكن مدام سيام السدرين ما تعرفش اللي افراد الاداره العامه الامر رئيس الدوله والشخصيات الرسميه هما اعوان تنفيذ، وهما مأموري الضابطه العدليه ومكلفين بانفاذ القوانين داخل القصور الرئاسيه. ومن واجبنا احنا كي نشوفوا اي اخلال قانوني، ما هو الناس كلها تنادي بامن الجمهوري، هكا ولا الامن الجمهوري دونك يخدم بالقانون ما يخدمش بالتعليمات. دونك حتى اذا كان ثم تعليمات ونشوفوا احنا اللي ثم اخلال قانوني، من واجبنا مش باش ناخذوا احنا القرار، لكن باش ننبهوا القياده للاخلال هذا، والقياده هي اللي تتلافى الاخلال هذا وتعطينا التعليمات. دونك يظهر لي ما تعرفش القصر مليح. هي ساعه ثم حاجه ولا قبل ما نجاوب على هذه، معناها جات بحثنا معناها 4 اشهر معناها القصر. البارح طالع معنا في بلاتو تفشي في اسرار معناها القصر، كيفاش هذه باش تؤتمن معناها على ارشيف معناها نتاع الدوله، ومعناها اسرار اعباد معناها في الارشيف هذا، وتنجم تكون ثم اسرار تم الامن القومي في الارشيف هذا، كيفاش باش تؤتمن عليها؟ هي البارح تحكي وبولارات والباب نتاع الارشيف قريب للباب نتاع الشارع، ومعناها كلام ما يجيش. هذا نورمال كي تدخل القصر تحترم معناها السريه والقدسيه نتاع المكان هذاك، راهو معناها ما يجيش معناها تحكي او البولارات او الباب الفلاني معناها قريب. معناها كان ثم ناس يسمعوا فينا ونعرفوا احنا الارهاب وكذا، قريب باش تعطي معناها النومر نتاع الافكتيف نتاعنا الموجود في الباب وشكون يخدم في كذا ومنين ينجموا يدخلوا، وكان تحبوا الارشيف او ثم باب من تالي. معناها مش معقول هذا الكلام. بالنسبه للشاحنه اللي تحكي عليها، هي ذري معناها كان في ذهن مدام سيام السدرين ولا الشوفير معناها اللي كلمها قالها في القصر انا عندنا نقاط متقدمه، عندنا نقاط متقدمه، وانا ثم النقاط هذه متقدمه ماهيش من اولوياتها معناها باش تفتش الشاحنه ولا توقفها ولا كذا. والخارج القصر معناها بعد الليسي، بين الليسي والقصر عندنا نقاط متقدمه غاديك مهمتها هي المراقبه. يظهر لي هو كي شاف النقطه الاولانيه تجاوزها ودخل الباب نتاع الليسي، معناها تاكدنا منها المعلومه، دخل الباب نتاع الليسي، الباب الخلفي نتاع معهد كرتاج مش القصر معناها. ونجموا انا عندنا كاميرات ونجموا نوضحوا، انا ما يدخل حتى حد القصر غاديك الا معناها بالموافقه نتاع الامر الرئاسي ولا بعمليه تفتيش، وعندنا معناها ثم 3 ولا 4 معناها نقاط يتعدى عليهم ويتفتش قبل ما يدخل القصر الرئاسي. مش مسائل معناها الكلام هذا حتى اللي ديبين ما يصدقوش.
زاد البارح زاد على لسان مدام سليم السدري معناها كونها حسنات هجمت على زملائنا اللي يخدموا في الارشيف. معناها الارشيف محفوظ بكيفيه معناها جيده، كوش كان هما معناها كي جاوا معناها من جويل اللي فات هما معناها يفرطوا فيه الارشيف، اما كان محفوظ بطريقه معناها جيده. ويظهر لي معناها حتى السيد مدير الارشيف الوطني يعرف شيء هذا، معناها الارشيف تاعنا محفوظ بامور جيده وفي مكان معناها زاد مناسب لحفظ الارشيف، كوش كان هي معناها من جويل اللي فات هما اللي فرطوا الارشيف. انا ثم تساؤل معناها كمواطن هذه مانيش الهيئه هذه شنية الوسائل الرقابيه على الهيئه هذه؟ اذا كان ثم ملفات تهم بعض الناس في الهيئه هذه، معناها في الهيئه هم بيدهم في الهيئه معناها ملفات في الارشيف تهمهم، ويجي معناها مدام سليم السدري تهز الارشيف هذا بدون جرد، معناها نورمال الارشيف كي باش تهزه لازم يتم جرد الارشيف حتى لو كان معناها بحق ديشارج معناها بالوثيقه وكل المحتوى نتاع الوثيقه وتبقى منع خاطر احنا متامنين عليه غاديك. دونك اذا كان ثم ملفات احنا هذا التساؤل معناها داري، اذا كان ثم ملفات تهم البعض من اعضاء الهيئه موجوده في الارشيف، شكون معناها يظن لنا شنو المنظومه الرقابيه الموجوده على الهيئه باش تكون الملفات هذه ما يتمش اتلافها؟ معناها هذا سؤال.